السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله بعد ساعات قليلة جدا الزمالك هيلعب المباراة الثالثة مع مودرن سبورت. المباراة اللي هتقام الساعة 9 على استاد هيئة قناة السويس. عاوزين نتكلم وندردش مع بعض شوية كده في شوية حاجات وشوية نقط مهمة شفناها في الماتشين اللي الزمالك لعبهم، وما نتمناه النهارده ان كل اللي نتمناه ان يتم النهارده باذن الله في الماتش، عشان الماتش ليه اهميه خاصه كمان للزمالك والجمهور الزمالك ولاداره الزمالك ومنظومه الزمالك كلها. عموما مباراة النهارده ليها واخده الاهميه الخاصه بتاعتها انها بدايه مشروع جديد وثالث مباراه، والموضوع بدأ بالفوز، فبدأ فيه ثقه وبدأ فيه يعني فرحه، ويمكن فرحه زياده شويه حصلت في ماتش سيراميكا. وعلى قد الفرحة اللي زادت شوية على قد الحزن اللي زاد شوية تاني في الماتش التاني، والصدمة اللي حصلت شوية لجمهور الزمالك بالتعادل مع المقاولين العرب، اللي هو المقاولين العرب الفريق اللي لسه صاعد من القسم التاني، والفريق اللي هو ما دعمش كتير ولا حاجة. فكان يعني كان الكل في دماغه ان المباراة اسهل من سيراميكا، انما الموضوع جه عكسي شوية. عموما الزمالك فاز على مباراة سيراميكا، والزمالك كان احسن في مباراة سيراميكا طبعا، ولو ان الاداء ما كانش احسن حاجة، بس النتيجة وانك انت عرفت توصل للمكسب فده بحد ذاته كان مدعاة للتفاؤل بالنسبة لجمهور الزمالك. المهم المباراة النهاردة كمان ليها اهمية خاصة، ان انت دلوقتي بعد ما حصل فوز وبعدين حصل تعثر تاني وتعادل مع المقاولين، مع ان انت عامل منظومه جديده بجون ادوارد ومدير فني جديد اللي هو يانك فريرا، ومعاه جهازه الفني ولاعيبه جديده كلها، كمان اغلبيه اللعيبه جديده وكلهم صفقات جديده للزمالك. فانت عاوز الثقه، واحنا عارفين ان دايما الفوز بيجيب فوز، الفوز بيجيب فوز وبيدي ثقه اكتر للمدرب وللجهاز الفني. طبعا بجانب الاحداث اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا والثلاث ايام اللي فاتوا، اللي هو موضوع ارض 6 اكتوبر والفرع، ارض الفرع بتاع النادي في 6 اكتوبر، هنسيبه في جنب ده ان شاء الله، واكيد ان شاء الله ربنا يسهل ويكون ليه حل. ونتكلم بقى مخصوص عن ايه الموضوع. الماتش النهارده كان مقرر يقام في استاد القاهره، وبعد ما ناس كتير حجزت اتنقل لاستاد هيئة قناة السويس بسبب الإصلاحات اللي هتتم في استاد القاهرة وسوء حالة أرضية ملعب استاد القاهرة. ميزة إن هو هيتنقل من القاهرة عشان الأرضية مش هتساعد الزمالك، وأرضية استاد هيئة قناة السويس أحسن. وعيب إن في ناس كتير جدا كانت هتروح النهارده استاد القاهرة، وإحنا شفنا الحضور الجماهيري في ماتش المقاولين كان كبير إزاي، بس الحضور الجماهيري النهارده هيكون أقل بكتير جدا، لأن بسبب الاستاد اصغر طبعا، وبسبب ان هو الماتش مش في القاهره، في الاسماعيليه، فطبعا مش الاعداد دي كلها هتقدر تروح، وطبعا حصه التذاكر اكيد هتبقى اقل بكتير من حصه التذاكر اللي كانت في استاد القاهره. ولكن اهم حاجه ان الارضيه كويسه والملعب كويس، وحتى الجمهور اللي راح كان مبسوط جدا من التجربه اللي حصلت في استاد هيئة قناه السويس. ونتمنى ان شاء الله خير النهارده، ويكون الملعب يعني وشه حلو على الزمالك زي ما شفنا كده في ماتش سيراميكا، وملعب يساعد على اللعب الكوره. طيب نبدأ بقى نتكلم شوية كيف كده ندردش مع بعض نقط فنية كده على السريع. مودرن سبورت الفريق اللي احنا بنلعبه فريق مجتهد، فريق عنده مجتهد ومعاه مدرب مجتهد اللي هو مجدي عبد العاطي. الفريق اتعادل المباراة مع الاهلي 2-2، وفاز ماتش على الاتحاد 1-0، وفاز على الاتحاد السكندري في اسكندرية. فكان عنده اختبارين فيهم قوة، يعني الاختبارين كل اختبار فيهم قوي، يعني مع الاهلي بيلعب الاهلي وفي استاد القاهرة وتعادل 2-2، ويفوز على الاتحاد السكندري في اسكندريه 1-0. فده دليل ان فرقه واقفه على رجليها ايا كانت امكانيات اللعيبه بتاعتها، بس فرقه بمدرب وليها استراتيجيه معينه في اللعب، وهنقول على استراتيجيه اللعب. مودرن بيلعب دايما ان هو بيلعب دفاع كومباكت، وبيقلل المساحات دايما، بيضيق المساحات دايما، وكمان في اوقات معينه بيمارس ضغط العالي جدا، وبيقدر ينفذ ضغط العالي جدا ويغلط الخصم. واحنا شفنا اللي عمله مع الاهلي في الجون الاول لما غلط مصطفى شوبير وكريم فؤاد، وعرف يستخلصوا الكوره، مودرن يستخلص منهم الكوره بالضغط اللي عملوا عليهم ويحرز الهدف الاول بتاع حسام حسن. كذلك بيستغل الكرات الثابته والكرات العرضيه، واحنا شفنا استغلها في الجون الثاني في الاهلي، والجون بتاعهم في الاتحاد السكندري من ضربات ركنيه. عندهم علي فوزي الباك اليمين
اللي هو كان باك يمين انبي. باك يمين مميز جدا في الكرات الثابته وفي الكرات العرضيه، ومن احسن اللعيبه بتلعب كرات ثابته وكرات عرضيه، فلازم نخلي بالنا منه سواء من محمد صبحي او من الدفاع. طبعا عندهم حسام حسن عن عبد البديع، ده لعيب خبره وراس حربه قديم جدا في الدوري المصري، ومن اعلى معدلات التهديف اللي موجوده لرؤوس الحربه اللي موجوده في الدوري المصري، تقريبا احرز فوق 70 هدف تقريبا في الدوري المصري، فلاعيب عنده خبرات كبيره جدا. علي فوزي ده كمان برضو لعيب مهم جدا. في محمد مسعد، عندهم برضو على الفيل اللي هو السردباك بتاعهم، سردباك قوي جدا. طبعا هو يعني هو برضه من ضمن العيوب اللي عندهم ان معدل اعمار اللعيبه اللي انا قلت عليها ديت كلها فوق ال 30. يعني اللعيبه المميزه عندهم معدل اعمارهم. طبعا ابو جبل حارس المرمى، ولو ان هو في مستوى بعيد جدا دلوقتي. وهقول بقى على نقط الضعف اللي عندهم اللي المفروض احنا نستغلها. احنا قلنا دلوقتي شويه المزايا اللي عندهم، طريقه اللعب، المدرب بتاعهم بيلعبهم ازاي، الحته ان هم مضايقين المساحات، بيستغلوا، بيعملوا ضغط عالي، ما بيعملوش طول الماتش، بيعملوه في اوقات معينه وبيفاجئوك بيه في اوقات معينه، بيستغلوا الكرات الثابته والكرات العرضيه وبرضه بيعرفوا يستغلوا واحد زي حسام حسن كراس حربه، ومعاه محمد مسعد، مع علي فوزي، مع اللعيبه اللي موجوده، مع سواء بقى هيلعب بغنام او هيلعب بحد تاني في وسط الملعب. طيب دلوقتي هم بيضيقوا المساحات، واحنا عشان نواجه الاسلوب دوت، انا في رايي ان الزمالك دلوقتي المفروض يغير شويه في التشكيل. ده رايي شخصي، وطبعا المدرب اضرب كل شيء. المهم هقول التشكيل اللي انا بقترحه، ان يلعب طبعا محمد صبحي طبعا زي ما هو، خط دفاع ثابت، عمر جابر، حسام عبد المجيد، الونش، بنتايج. يلعب بمحمد شحاته وجنبيه عبد الله السعيد، ومعاهم ناصر ماهر في خط الوسط، وهقول ليه. ويلعب قدام خوان الفينا وينج يمين، وعدي الدباغ راس حربه، وشيكو بنزا وينج شمال. هقول ليه بقى. احنا دلوقتي عندنا كام مشكله كده نجيبها من ورا كده، الحاجات اللي هحذر منها والمشاكل اللي نبدا من حراسه المرمى. واحنا حراسه المرمى الكور العرضيه والكور الثابته لازم تركيز فيها هو والدفاع. تاني حاجه محمد صبحي وحسام عبد المجيد والونش لازم يخلوا بالهم جدا في الخروج بالكوره وفي الضغط العالي اللي بينفذوا كويس جدا فريق مودرن. يخلي بالهم لان الكوره عندهم مش احلى حاجه، بالذات حسام عبد المجيد ومحمد صبحي. وبعدين ساعات بيتاخروا على الكوره قوي لغايه ما الخصم يضغط، وديت عامله زي اللعبه بالنار، فيخلوا بالهم جدا من الموضوع. كان عندنا بقى مشكله كبيره جدا الماتش اللي فات في مشكله الخروج بالكوره، وان احنا وصل ان احنا مش عارفين نخرج بالكوره خالص، فوصل ان احنا بنعلق الكوره، بنلعب اللعب الانجليزي الستيناتي والسبعيناتي اللي انتهى من الدنيا خالص. ان المدافعين عندنا بيعلقوا الكوره على حدود ال 18 بتاعه المقاولين، وطبعا ديت انت بتسهل مهمه الدفاع دي. طيب نعمل ايه بقى النهارده في الراي ده ورأيي الشخصي في المشكله ديت؟ قلنا اهوت لما وجود عبد الله السعيد مع محمد شحاته هيعرفوا يخرجوا بالكوره كويس جدا، وهيعرفوا يبداوا الهجمه. وبعدين عبد الله لما بيرجع ورا وبانت، وكان جوميز المدير الفني السابق هو اللي كان مصمم عليها، وطلع ثبت صحه وجهه نظره ان عبد الله بيبقى عنده مساحه رؤيه اكبر لما بينزل تحت، ما بيلعبش 10، بيلعب 6 أو 8، فبيبدا هو يستلم الكوره من خط الدفاع، ويبقى عنده هو مساحه رؤيه اكتر، ويبقى هو زي الماستر، ويبدا هو يشغل الفريق، ويبدا هو المنسق للعب بتاع الفريق. طبعا في وجود واحد زي ناصر ماهر في وسط الملعب، مش جناح، ناصر ماهر عنده امكانيات كبيره جدا بالدريبلينج، وان هو يعدي واحد زي واحد في التكتلات اللي بتحصل دي. انت محتاج، هحكي بقى قصه التكتلات اللي هيعملها وتضييق المساحات اللي عامله مودرن ازاي تواجهه. خلصنا الاول من قصه الخروج بالكوره، هيحلها وجود، انا في رايي الشخصي، عبد الله السعيد مع محمد شحاته، وقدامهم ناصر ماهر. طيب دلوقتي الفرقه اللي قدامك مضيقه المساحات، فانت لازم تنوع طرق الهجوم بتاعتك، ما بين اختراق من الوسط، ما بين لعب على الاجنحه، ما بين بدايه من عند الجناح وتخش تاني وتفتح مساحه جوه لما تعمل استريتش، وتفتح عرض الملعب لما بتلعب على الاجنحه فتعمل استريتش، فيبدا يظهر مساحات، يبدا يحصل اختراق من النص، فتبدا تلعب الكره تاني في وسط الملعب فتخترق من الوسط.
بالاضافه للحل الفردي، والحل الفردي ده يعني ينفذه عندك واحد زي ناصر ماهر، واحد زي اخوان الفينا، واحد زي شيكو بنزا. ممكن يعملوا لك الحل الفردي ان يعدي لك واحد على واحد، واول ما تعدي واحد على واحد فانت كده هم خلاص هم فقدوا واحد من المنظومه الدفاعيه بتاعتهم، من التمركز بتاعهم، فتبدا المساحات، وانت عندك زياده واحد تبدا المساحات تبان وتبدا دي. تاني حاجه لازم نستغل الكور، من اهم حاجه برضو لازم نستغل الكور الثابته والعرضيه، لان في ضعف كبير جدا لمدافعين مودرن في الكور العرضيه. وشفنا ان الاهلي احرز هدفين من كور ثابته في ماتش الاهلي ومودرن. وحتى ابو جبل تعامل مع الكور الثابته ان هو بيبقى عامل مرتكز على رجل عكس الكره تلعب فيها، فبيتثبت خالص ما بيعرفش يتحرك، رغم ان هو لو واقف على رجليه الاثنين مظبوط وعلى مشط الرجل زي ما كانوا بيعلمونا كان هيقدر يعمل ارتقاء، ومع هو طوله الفارع ده كان يصد الهدفين بتوع الاهلي. فاحنا لازم نركز على كده. بالاضافه كمان ان احنا قلنا الاختراق من الوسط، قلنا المهاره الفرديه، قلنا اللعب على الاجنحه، قلنا لازم التسديد، نستغل التسديد من بره المنطقه مهم جدا. لازم حته الربط ما بين الاجنحه وبعضيها، يعني لازم شيكوبنزا يبقى فيه ربط مع بنتايج، ويبقى فيه جبهه، والجبهه دي ممكن يضم معاها عبد الله السعيد ويعملوا الاوفرلاب والاندرلاب مع بعض ويحققوا خطوره. اهم حاجه وده بقى اكيد شغل مدرب وحصل فيه. نفس القصه الناحيه الثانيه هيبقى عمر جابر واخوان الفينا، وممكن يضم معاهم ناصر ماهر او محمد شحاته وتفر ايا كان مين، ونبدا نستغل ده كله. مع ان عدي الدباغ لازم تلعب له كور عرضيه، ولازم تلعب له اسيستات وثروهات بينيه، ونستغل كل ده. عموما هنشوف اللي هيحصل ايه النهارده، ودي كانت دردشه سريعه معاكم كده، ونتقابل ان شاء الله بعد الماتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.